تحية مجددة عالية من داخل إطار العتيد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. لعل أن يعني حضور الأساتذة اليوم ما هو إلا ترجمة بما يسمى بالحقرة وبما يسمى بالإقصاء، ونقول أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد هم خيرات شباب هذا الوطن الجارح، ونقول أن الأستاذ المفروض عليهم التعاقد ذنبه الوحيد أنه تحلى بالجد والمعرفة والعلم والثقافة، ولكن هذه الوزارة دائما تجابه هذه المستويات وهذه المؤهلات بنوع من الحقرة وبنوع من الهشاشة وبنوع من المقاربة ديال المتابعات، وأيضا أننا من داخل التنسيقية وتنظيم التعاقد متشبثين دائما بحقنا المشروع والمكفول بقوة المواثيق الدولية وهو حق النضال وحق الاحتجاج. ولعل أن استهداف الأساتذة المتدربين من داخل مركز أسفي ما هو إلا محاولات تبرير وتنزيل هذا النظام الأهوج. ونقول أيضا السرقات التي طالت الأجور للأساتذة والأستاذات لا يمكن لها إلا أن تزيدنا شرارة ونضالا وتشبثنا بإطارنا العتيد. وأيضا نقول ولو قطعوا أعناقنا فنحن متشبثون بنضالنا في حق كل الأجيال اللاحقة والسابقة، وأيضا متشبثون بتحصين كل مكتسبات الشعب المغربي التي ناضل عليها من أجل تحصين هذا القطاع وأيضا تحصيل هذا المجال اللي هو مجال الخصب اللي هو مجال التربية. معكم المنسق ديال المديونة عبد النور عمر. اليوم امام اكاديميه ديال الجهه ديال الدار البيضاء السطات. اكيد عندنا مجموعه من المطالب اللي من المطلب الاول هو اننا كنددوا بهذه الاقتطاعات الجائره في حق اجور ديال الاساتذه الهزيله، خصوصا حنا امام يعني مناسبه ديال العيد ديال الاضحى، وبالتالي ذوك الشعارات الزائفه ديال الوزاره على انها تهتم بالوضع الاجتماعي ديال الاستاذ، بالتالي هذه كتبقى شعارات زائفه. اليوم كيبين بان الوزاره ما تيهمهاش الوضع الاجتماعي ديال الاستاذ، ما تيهمهاش الوضع المادي ديال الاستاذ. اليوم احنا كذلك كنضدوا بهذه الاقتطاعات الجائره. زائد النقطه الثانيه، اليوم كنوقفوا هنايا باش نرفعوا بصوت واحد ويعني تحت شعار اننا رفضنا الجماعي لهذا النظام الاساسي ديال المهن ديال التربيه والتكوين المخطط اللي يريد القضاء على المدرسه العموميه، يريد اغتصاب والاجهاز على الحقوق ديال الاسره، الحقوق ديال الاسره ديال التعليم. اليوم كنوجهوا يعني من هذا المكان امام جهه ديال الاكاديميه ديال الجهه ديال الدار البيضاء السطات كنوجهوا رساله الى اسره ديال التعليم، الى الهيئات النقابيه انهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم التاريخيه. اليوم اصبح اتضحت الصوره بانهم يريدون الاجهاز على الحقوق ديال الاسره ديال التعليم. اليوم خاصنا نكونوا يد في يد، اليوم خاصنا نكونوا وحده، لاننا في مصير واحد، في غندق واحد، ولا بد ان نضع يدا في يد من اجل مواجهه هذه المخططات التي تروم القضاء على المدرسه العموميه. الوقفه جات تزامنا مع الاقتطاعات الجائره في الاجور ديالنا الهزيله. وواحد النقطه اخرى هي متعلقه بالنظام الاساسي الجديد اللي دوات عليه الوزاره، وكتحث على انه فيه حلول مبتكره. فاحنا هنا باش نقولوا للوزاره باننا كنرفضوا هذا النظام الاساسي الجديد جمله وتفصيلا، لانه بالنسبه لنا حنا ما كيمثل لنا حتى شي جديد وما غادي يحسنش من الوضعيه ديالنا. ومساله اخرى هي الطريقه التي تتعامل معنا بها الوزاره. فكيف ما كتعرفوا حرصنا الامتحانات الاشهاديه بما فيها الامتحان الوطني يعني، وساهمنا في انجاح ديال هذا الامتحان، وكذلك مجموعه من الانشطه ومجموعه من الاشياء اللي كنساهموا فيها كنعطيو فيها. فبالتالي يتم التعامل ديالنا بهذه الطريقه هذه واقتطاع من الاجور ديالنا، فما غنسمحوش بهذه الاشياء. مساله اخرى هي النظام الاساسي الجديد، حنا راه كنرفضوه. لماذا؟ باش نعاود نكررها، لانه لا يمثل لنا ولا يجلب لنا اي جديد.
وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة وهذه الدولة فاسدة